تأسيسي للهيئة التنسيقية العربية في محافظة كركوك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. انسجاما مع المهمة الملقاة على عاتق كافة المكونات في محافظة كركوك القومية والمذهبية في إقامة محافظة تتقوم بالدستور وتتعاطى مع فرض القانون، وإيمانا بثوابتنا الوطنية التي تحفظ لكركوك الأمن والسلام، وبسبب ما أفرزته الممارسات السياسية الخاطئة السابقة والحالية ونظام المحاصصة الجائر والانتخابات المشوهة الغير عادلة، كل ذلك أوقع حيفا على مكون دون سواه، حيث عانى من إقصاء وتميز على أساس مذهبي، وحرمنا من تمثيل عادل ومنصف في المشاركة بالانتخابات وبإدارة المحافظة، ومنعنا من الحصول على فرص التوظيف والعمل بما يتناسب مع حجمنا الحقيقي، لا لشيء إلا أننا أبينا أن ننثني أمام الظلم والإرهاب، وسلكنا طريق آل البيت وسرنا بنهج ثورة الإمام الحسين عليهم السلام، وبقينا متمسكين بالعقيدة الراسخة والولاء للمرجعية الرشيدة وللوطن. فقد عقدت الأحزاب السياسية والعشائر الأصيلة على تشكيل الهيئة التنسيقية العربية في محافظة كركوك كممثل للمكون العربي الشيعي في المحافظة، وهي الجهة المخولة عن التفاوض فيما يخص تقاسم السلطة في المحافظة والمطالبة بكافة حقوق ذلك الطيف وفق القوانين والدستور بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن المشاركة الواسعة لكل المكونات في إدارة المحافظة. استنادا إلى كل ما تقدم، فإننا ندعو كافة المكونات في محافظة كركوك والقوى السياسية إلى التوحد ورص الصفوف وفق القواسم الوطنية، ونبذ أسباب الاختلاف والتشتت، وخوض العملية الديمقراطية بشكل شفاف بما تعطي للجميع تمثيلا عادلا يتلائم بما تتمتع به من واقع حقيقي. ونؤكد أننا في الهيئة التنسيقية العربية مع أي مشروع وطني يهدف إلى تقدم العملية السياسية في محافظة كركوك وإخراجها بما هي فيه من أزمات، ومع أي جهد وطني يسعى إلى استقرارها وبنائها، وما تتخلص من آثار ومخلفات الماضي وفتح صفحة جديدة عنوانها المحبة والتآخي. حفظ الله العراق وشعبه، حفظ الله كركوك وأهلها. الهيئة التنسيقية العربية في محافظة كركوك.